شاركنا فيها مشاهدينا، وبنبدأ حلقتنا وجولة صحفية سريعة في الصحف الصادرة صباح اليوم والعناوين الرئيسية فيها. وبيشاركنا في تحليل هذه الأخبار ضيفنا الكريم الأستاذ أيمن عز الدين الكاتب الصحفي. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذ ريم، وكل سنة والمشاهدين الكرام بخير وعيد سعيد علينا جميعا إن يا رب. شاء الله يا رب آمين. طيب أستاذ أيمن، اسمح لنا إن احنا نشوف مع بعض مشاهدينا نشاط السيد الرئيس ونرجع لكم مرة تانية. أستاذ أيمن، تابعنا مع بعض هذا الفيديو، والحقيقة أنها زيارة هامة جدا من الجانب الروسي إلى مصر، وقضايا هامة وحيوية في هذه الآونة وخصوصا في اليومين الأخرانيين. هي في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الزيارة دي بتمثل لمصر وتحديدا للقائد عبد الفتاح السيسي أهمية قصوى، وعلى الجانب الآخر طبعا رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية فعلا هو ممثل أنا بسميه برنس الكوكب الرئيس بوتين. ودي بتعتبر الزيارة الأولى بعد زيارات المكوكية لرؤساء أجهزة استخبارات أوروبية وأمريكية كما شاهدنا في السابق على مدار شهرين سابقين. النهاردة رئيس الاستخبارات الروسية جاي يضع خطوط مع مصر وممثلها القائد القوي الأمين عبد الفتاح السيسي لتشكيل العالم من جديد. ما بقاش في قطب واحد كما في السابق نعلم جميعا الولايات المتحدة الأمريكية، لا بقى في قوة متعددة وفي قوة عظمى متعددة على رأسها طبعا مصر، روسيا، الصين، السعودية، الإمارات. الكلام ده تحديدا يعني واضح مع ظهور مشاكل إقليمية، وفي القلب منها طبعا أحداث غزة على مدار 6 شهور شفناها، ومشاكل في أفريقيا على حدودنا السودان شايفين المشاكل عاملة إزاي، ومشاكل أوكرانيا اللي تعدت حاليا ال3 سنوات، وأخيرا مشكلة أفغانستان. ففعلا برنس الكوكب بوتين مع إمبراطور الخطوط الحمراء القائد عبد الفتاح السيسي، وانا فعلا بقول ان هو امبراطور الخطوط الحمراء التي وضعت للحد من مشاكل كتير بيشهدها الاقليم من اهل الشر. بالفعل احنا دلوقتي في حقبة تاريخية جديدة لتشكيل عالم جديد على رأسها مصر العظمى. طيب أستاذ أيمن، في هذا الإطار احنا يعني شفنا طبعا التهديد الإيراني الجديد، وأنا عايزة من حضرتك يعني هل هناك هدف؟ هل من وجهة نظر حضرتك في هدف من الهجمة الإيرانية على الأخيرة إسرائيل؟ على إسرائيل؟ والله احنا شفنا على السوشيال ميديا بيقولوا ان انا هعمل نفسي بهاجم وانت هتعمل نفسك بتصد، واحنا هنعمل نفسنا ان احنا مصدقين ونبدأ حاجة جديدة. ونبدأ حاجة جديدة، وربنا يزيد من الأونطة. للأسف أنا بقولها بالعامية المصرية يعني لأن الشعب المصري بيفهمها وهي طايرة، ما انطلتش عليه هذه اللعبة. ايوه، هي لو احنا اسلمنا يعني سلمنا ان هي دي لعبه، اذا هناك هدف يعني منشود من هذه اللعبه. هل هو مزيد من التوترات في المنطقه الهدف المنشود وجذب من الانظار هذه الى ان اللعبة اسرائيل هي المجني عليها في هذا المكان، ويجب المساعدات الدوليه تنهال على اسرائيل وانجدوا اسرائيل وهي الضعيفه مسكينه في المنطقه في وسط بالظبط يا أستاذ وحوش. ريم. وأكد كمان على تأكيد كلام حضرتك السليم 100% ان نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني خرج بشكل يعني زي ما بيتقال كده بالعامية من باب الجمال في هذه الهجمة الإيرانية على الكيان الصهيوني. حدت كتير جدا من الضغط الدولي على إسرائيل في قطاع غزة. أرجعت فكرة الهجوم البري على رفح، لان كان كل يوم بتجيلنا اخبار من الجيش كان الصهيوني انه بيعد العده لاجتياح رفح بريا. حاليا مفيش كلام خالص عن موضوع رفح، وده عشان يخرج منه بشكل جمالي من الخط الاحمر الذي وضعه القائد القوي الامين. طب احنا خدناها من هذا الجانب، لكن احنا خدناها من جانب اخر وهو تهديد فعلي من ايران. مفيش تهديد فعلي من ايران. ايران وامريكا واسرائيل هما لعبة واحدة ولعبة تمثيلية واحدة، وده رأيي الشخصي طبعا، مش رأي يعني أنا مسؤول عن هذا الرأي الشخصي. دي لعبة وتمثيلية، وعلينا إن احنا نحاول إن احنا
نفسنا ان احنا مصدقين. ولكن يعني الحقيقة السياسة لا يعني هي السياسة والاقتصاد ما بينفصلوش عن بعض. مؤكد يا استاذ ريم، ف... وده تاكيد برضو على ان العالم بيتشكل من جديد من قوه عظمى واحده وحيده اللي هي الولايات المتحده الامريكيه الى عده قوى عظمى على راسها زي ما اكدت لحضرتك في السابق. طبعا الصين قادمة وروسيا روسيا والصين ومصر ومصر. بقوه. مصر بقوه وكله شاهد على ده. تمام. طيب نبدأ مع بعض بعد هذا التحليل نروح للأهرام المسائي. ورئيس الوزراء يتابع الخطط المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، توفير 319 ألف فرصة عمل، تسهيل وتقديم الخدمات ل 173 ألف مشروع، وضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع. التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باسل الرحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر المتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر الذكرى في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية. الخبر ده بيأكد لنا على فكر ونهج القائد عبد الفتاح السيسي. وانا عارف ان يعني عذرا يا استاذ ريم، انا كل شويه هذكر القائد عبد الفتاح السيسي القوي الامين، مش تطبيلا ولا نفاقا ولكن تأكيدا على ان ده نهج الدولة المصرية في عهد القائد القوي الامين. بنشوف كل المشروعات اذا كانت متوسطة او متناهية الصغر او ايا ما كانت، بيبقى ليه هو كقائد بصمة فيها وفكر. احنا كنا بنشوف في السابق مشاريع في ازمان سابقة او في عهود سابقة مشاريع على شاكلة القراءة للجميع وما شابه ذلك من متوسطة ومتناهية الصغر، ولكن كانت مسميات وفقط. النهاردة بنشوف مشاريع على الارض بإيجابيات وبنتائج. يعني احنا بنتكلم في خلال سنة في اكتر من 300 ألف وظيفة. ده ما حصلش في السابق قبل كده. في اكتر من 200 ألف مشروع بيتم تداولهم في مصر من مشاريع متوسطة متناهية الصغر او متوسطة او صغيرة. النهارده بقى في فكر وفي استراتيجيه وفي فكره جديده اسمها توطين الصناعه. ده ما كانش يعني ما كانش حاصل في السابق. توطين الصناعه ده فكر جديد في مصر ارساه القائد عبد الفتاح السيسي. فانا عشان كده كل خبر هاكد على ان صاحب هذا الفكر وصاحب هذه البصمه هو قائدنا عبد الفتاح السيسي القوي الامين. طيب انا ليه بس يعني حابه ان حضرتك توضح للمشاهدين معانا، لانه من كلامنا انه بنقول ان في 319 الف فرصه عمل، تمام، في مشروعات كتيره صغيره متناهيه الصغر. اذا هناك مشروعات بتستوعب عماله كتير جدا وفي فرص عمل متوفره، ولكن على الصعيد الاخر احنا بنلاقي ان في ناس شباب كتير وفي ناس كتير يا فقدت وظيفتها يا اما مش لاقيين عمل. هل ده ليه اسبابه التي تختلف عن توفير الفرص العمل دي؟ هل المجالات المتوفرة هنا بتكون مختلفة عن المجالات اللي في بعض القطاعات او من المواطنين بيدوروا عليها بيشتغلوا فيها؟ يعني حضرتك بس ممكن نوضح النقطة دي. نوضح النقطة ديت. وطبعا زي ما احنا كلنا شايفين على مدار الاربع سنوات السابقة التحديات اللي مرت بها مصر من كورونا وحرب اوكرانيا، في شركات كتير جدا قفلت وخفضت من العمالة بسبب كورونا. البديل المتاح بسبب الازمه الاقتصاديه العالميه. انا اذا كنت فاقد لوظيفه فما كانش فيه بديل متاح، فبحاول بقدر الامكان ان انا اهيئ اموري وامكانياتي الشخصيه. كتير جدا غيروا من التخصصات بتاعتهم وده اللي حاصل مش في مصر بس ولكن في العالم كله، لانه في بعض الوظائف هي بالفعل ابتدت انها تندثر خالص. بالظبط. فان ما كانش في عندي فكر للبديل هفضل محلك سجن، يعني هفضل كما كنت. ولكن البديل اللي حصل في مشروع تحديدا ومخطط المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ده بالفعل بيؤدي إلى إن احنا نعمل حاجة اسمها التوطين الصناعي
اللي بدأت بيه الصين في السابق، ونشوف النهارده الصين مركزها فين عالميا بالنسبة للاقتصاد والتجارة من خلال هذه المهن البسيطة ومتناهية الصغر. وخلينا برضو نذكر ان احنا بقى عندنا ناس كتير جدا، العماله اللي كانت موجوده في ليبيا جت، العماله اللي كانت موجوده في بعض الدول العربيه، في السودان، في غيره، كلهم بقوا رجعوا لمصر، وكل دول محتاجين ان هم يشتغلوا. و105 مليون مصري. التعداد السكان اللي طبعا اللي عمال يجري موضوع يعني فعلا قتل بحثا من خلال الدولة، ولكن الدولة بتحاول في انها ترشد ده. واول رئيس على مستوى مصر في تاريخها الحديث والقديم يكون فخور بعدد سكان مصر. احنا كنا في السابق بنسمع كتير في عهود سابقة ان احنا كنا وصل بينا الحال ان احنا حسينا ان احنا عالة على الدولة من خلال الرئيس والحكومة في العهود السابقة، ولكن جالنا قائد بيقول انا سعيد بهذا الرقم اللي هيتفعل وهيبدأ ينزل مجال عمل صناعي وزراعي وتكنولوجي، وبدأ بالفعل في توجيه هذه القوى البشرية للعمالة في الوطن بعيدا عن الدول الأخرى. وزي ما حضرتك اكدت يا استاذ ريم ان في عماله كتير جت من ليبيا ومن اليمن ومن العراق. برضو احقاقا للحق ان المشروعات القوميه الكبرى ما كانش ليها هدف واحد وهو التعمير وبنيه اساسيه، ولكن هي استوعبت كل هذه، استوعبت عماله ضخمه جدا وارقام واعداد ضخمه. طيب ما زلنا في الاهرام المسائي استاذ ايمن، والمبادرات الرئاسيه ترسم الابتسامه على وجوه المصريين من بحري لقبلي، حياه كريمه وتكافل وكرامه الابرز، والهدف تحسين مستوى الحياه للفئات المجتمعيه ومبادرات صحيه للكشف المبكر عن الامراض ودمج ذوي الهمم في المجتمع. و بيسعى هذا المشروع لتقديم خدمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية، الطرق والنقل، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة العامة، الغاز الطبيعي، تطوير وحدات محلية، الشباب والرياضة، الخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل، إنشاء مجمعات صناعية، تأهيل مهني، توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي، تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم، تدوير مخلفات، تنمية زراعية وسمكية. هنأكد تاني، هنأكد هو شامل تاني. كامل الحقيقة. هذا المشروع هو مشروع دولة، مشروع جمهورية الجديدة. حياة كريمة، تكافل وكرامة، بنية أساسية زي ما حضرتك ذكرت يا أستاذ ريم، صحة، تعليم، مياه، كهرباء، غاز. القائد عبد الفتاح السيسي أرسى فكرة الجمهورية الجديدة وبناء الجمهورية الجديدة. زي ما أكدت برضو أنا بأكد على أن هذا القائد هو القوي الأمين، شاء من شاء وأبى من أبى. أستاذ أيمن، إحنا لسه في بعض هذه القطاعات في نتائج ملموسة، وفي الكثير من النتائج لسه مش ملموسة. فالناس في يعني حاليا هي بتحكم على اللي هي في ايديها او اللي هي شايفاه قدامها، لكن احنا بنقول انه لسه في يعني نتائج لسه ما ظهرتش للنور. مؤكد يا استاذ ريم، احنا مش في المدينه الفاضله، ولكن على العام، على المستوى العام لا، في نتائج ملموسه على مستوى محدود الدخل، على مستوى حياه كريمه. ما كانش في السابق حكومه او دوله بتنزل للقرى الاكثر فقرا. النهارده الدوله موجوده في اكثر من 6000 قريه اكثر فقرا، في بنية أساسية، في بنية تعليمية، في غاز، في صحة، في تعليم. ما كانش حاصل ده في السابق خالص. فاحنا لازم نكون يعني منصفين شوية للتحركات اللي بتتم على أرض الواقع من خلال القائد وفكره القوي. والله يا أستاذ أيمن، هو يعني هذا الفكر بيحتاج لآليات تنفيذ، أولها المسؤولين ومن يتبعهم من مرؤوسين في تنفيذ هذا الفكر. ده بيتم على الارض يا استاذ ريم، حقيقه بيتم على الارض. كون ان هو مش واضح، يعني دي برضه مشكله عندنا، ان احنا مش عارفين نبروز فكره ان لا، في تطوير حاصل. يعني احنا شفنا المناطق اللي كانت اكثر خطوره حاليا، يعني بسم الله ما شاء الله، احنا بنشوف مجتمع اخر، بنشوف ثقافات اخرى، بنشوف تعليم، بنشوف صحة. الفئات ديت وهي الأكثر بالنسبة للشعب المصري، هم أكتر ناس لامسين هذا التغير، وأكتر ناس حاسين بيه من خلال بطاقة تموينية، من خلال بطاقة علاجية، من خلال تطوير في بنية أساسية شايفينها، من خلال تطوير مبنى أو سكن صحي آمن هو ما كانش عايشه في السابق، فهو شايفه. دي شريحة أكتر من 60 مليون مصري
فيها شريحه كبيره جدا هي شايفه ده. تمام. بننتقل لأخبار مصر. وزيرة خارجية ألمانيا تثمن جهود مصر وقطر في الوساطة للتوصل إلى هدنة بغزة. قالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية أن الهجوم الإيراني على إسرائيل غير مسبوق وستكون له تبعات مشددة على أنها من يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها فهو مخطئ. وكشفت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأردني في برلين عن توجهها إلى إسرائيل للتأكيد على دعم بلادها لتل أبيب وضمان عدم التصعيد في المنطقة. طبعا احنا بنشكر السياسة الألمانية ان هي للأسف الشديد يعني واقفة مش على مسافة واحدة، كما والأمم المتحدة نفس القصة، مش واقفين على مسافة واحدة في الإشكالية اللي حاصلة على الأرض في غزة والإبادة الجماعية اللي بتتم في غزة. هم شايفين من وجهة نظرهم ان الحكومة الصهيونية في تل أبيب دي حكومة مغلوبة على أمرها. القصة التمثيلية اللي شاهدناها وشاهد العالم كله أحداثها ليلا مسيرات وصواريخ فرط صوتية، وفي النهاية لم يصيب أحد داخل تل أبيب ولو حتى بشيء يذكر. السياسة الألمانية وبعض الدول الأوروبية تكيل بمكيالين مع ربيبتها طبعا الأمريكية في هذه الأحداث الشرق أوسطية وفي القلب منها غزة. هي الحقيقة ألمانيا يعني وضع خاص عن باقي أوروبا، لأنه ألمانيا هو اليهود فعلا قدروا إن هم يسيطروا على الفكر الألماني بأن هم بيدفعوا ثمن مسؤوليتهم عن المحرقة والحرب العالمية الثانية وما تم من إبادة من جانب الألمان لليهود. تمام. هو احساسهم بالمظلوميه والمحرقه اليهوديه هناك كثير من اليهود في المانيا مقيمين واخدين جنسيه ودفع تعويضات وما شابه ذلك، ولكن يعني زي ما احنا شايفين هذه تمثيليه عالميه وعلينا ان احنا نحاول ان احنا نعمل نفسنا احنا بنصدق. طيب ربنا يستر استاذ. وما زلنا في اخبار مصر وتطوير الموانئ البحريه، اضافه 67 كيلومتر ارصفه وتحقيق اقصى عمق الميناء بحري بالعالم، محطات جديده لتعظيم الاستفاده من موقع مصر الفريد بالطبع، وتكلفه المشروع 129 مليار جنيه، ووزاره النقل التنميه باموال مصريه خالصه. استاذ ريم هاكد تاني القوي الامين هو مؤسس مصر الحديثة وإنجازاته غير مسبوقة منذ عهد الفراعنة. أقسم بالله العظيم منذ عهد الفراعنة. هقول لحضرتك وهقول لحضرتك بعد إذن حضرتك 67 كيلو متر أرصفة، يعني تقريبا مسافة من اسكندرية لدمنهور. أرصفة مش ميناء، أرصفة. علينا أن احنا نتخيل هذا الإنجاز الضخم العظيم في خلال 10 سنوات بتكلفة ممكن نقول انها وصلت ما يقارب 129 مليار. لو قسناهم في خلال 10 سنوات دول 129 مليار مع تغير سعر الدولار النهارده تكلفتهم كام لو اتعملوا النهارده؟ لما كان في مسؤول القائد بيسأله المشروع ده هينتهي امتى يقول له انا عايزه امبارح. ايوه عشان في تكلفة طبعا بزيادة. كان عنده رؤية مستقبلية ان في احداث بتتم في العالم. ده اللي انا كنت لسه عايزه عنده رؤيه مستقبليه ان اللي جاي متشاف من خلاله صدقه مع نفسه وصدقه مع ربنا وحفاظه على هذا الشعب وامانته. انا هسال حضرتك سؤال في هذا الاطار، انه الناس بتقول طيب انا عندي حجم تجاره عالمي بيتناقص، ايه الفايده من ان انا اعمل كل ده؟ يا فندم هو دلوقتي حجم تجاره عالمي بيتناقص في هذه الآونة عشان هذه الإشكالية اللي في العالم. مشكلة العالم الشرق الأوسط، الشرق الأوسط يهدى العالم يهدى. الشرق الأوسط في رخاء، العالم في رخاء. احنا النهاردة بنتكلم زي ما بأكد لحضرتك لما كان مسؤول بيناقش القائد عبد الفتاح السيسي فيقول له أنا عايز المشروع يخلص امبارح مش بكرة. وشفنا دوت في حفر قناة السويس، وشفنا ده في البنية الأساسية اللي اتعمل 5 سنين و6 سنين و10 سنين كانت بتقعد سنة وبتقعد سنة ونص، يعني شيء غير مسبوق بالمرة في تاريخ مصر منذ الفراعنة. وأنا بأكد الكلام ده. القائد عبد الفتاح السيسي منذ أن كان قائد للمنطقة الشمالية العسكرية وهو أمام عينيه مصر وخريطة مصر
ويدرك تماما وعلى يقين ان مصر مكتوب لها في السماء انها تبقى دولة عظمى في بحرين احمر ومتوسط ونيل وما لا يقل عن 100 مليون مصري. لازم تبقى دولة عظمى. اشتغل على ده وكان صادق مع نفسه وامين مع نفسه، وباذن الله باذن الله هيشوف ده وهيحقق ده إن شاء الله. طيب ننتقل إلى جريدة الجمهورية. وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية مجانا ل 39,000 مريض إدمان خلال 3 أشهر. استعرضت الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق 16/023، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الربع الأول من عام 2024 لعدد 39,814 مريض جديد ومتابعة، ومنهم 5398 من مريض من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات، الأسمرات المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل العنتر، بشير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة، حي الضواحي ببورسعيد. شفتي بقى يا استاذ ريم، نربط هذا الخبر بما قلناه في السابق على حياة كريمة وتضامن وكرامة. 39,000 مدمن في خلال 3 شهور، ده 39,000 مدمن في دول بيعملوا لها خطة خمسية. يعني في دول بيعملوا خطة خمسية ل 39,000 مدمن عشان يعني يشفى من طبعا تكلفة غير عادية عشان يتعمل في 3 شهور. شوفي حضرتك حجم الإنجاز والأعداد ونقيسها بدول في أوروبا والخليج. ده بيتعمل لهم خطة خمسية في هذه الدول، احنا بنخلصها في 3 شهور عشان يخشوا في اطار المجتمع باصحياء واسوياء ويكونوا فاعلين في المجتمع. وخاصة حضرتك ذكرتي يا استاذ 5398 او 5400 مريض من ابناء المناطق المطورة. ايوه، اللي كانت مناطق خطرة، اللي منها بشاير ومنها اسطبل عنتر ويعني مناطق كتير بالفعل. فده موضوع صعب يعني، بحياة كريمة، موضوع انجاز. طيب ما زلنا في الجمهورية وبيان هذا مخطط، انا اسف ان قطعت حضرتك، هذا مخطط القوي الامين. طيب ما زلنا في الجمهورية وبيان صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. وزير المالية يشارك في منتدى تمويل الرعاية الصحية بواشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي. يعني دكتور معيط يستعرض التجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة. ويستعرض الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة من خلال العمل على إرساء دعائم نظم تمويل أكثر كفاءة وبناء احتياطيات ضخمة لتعزيز الاستدامة الملائمة المالية لهذه المنظومة الصحية الشاملة. الحقيقة منظومة التأمين الصحي الشامل ما زلنا، هو ده من ضمن الحاجات اللي أنا بقول لحضرتك عليها، إنه إحنا لم نلمسها بعد. بالفعل ده موضوع يعني ما زال المواطنين بيعانوا من الرعاية الصحية والخدمة المقدمة لهم. والحقيقة برضو إن أنا عايزة أذكر إنه مش بس زي ما قلت حضرتك، مش بس الفكر بيبقى موجود وهو ده اللي هيطبقه، لكن في مرؤوسين بيطبقوا الفكر. والحقيقة ان احنا عندنا في كل مؤسسات الدولة ناس ما بتطبقش الفكر المظبوط كما ينبغي، وناسين ان احنا كلنا ممكن ان هذا الشخص اللي انت بتستهين بيه وانت في يوم من الايام ممكن تبقى واقف مكانه. مش معنى ان انا موظف في ايدي القوه يعني العمل او التنفيذ الطلب اللي انت عايزه ان انا اتحكم فيك وان انا اتساهل او ان انا اعمل نفسي يعني فوت علينا بكره يا سيد زي ما كنا بنسمع. ده للاسف، وده عفوا هو موجود في منظومه التامين في قطاع الصحه. صحيح قل عن قبل كده، صحيح انه الشباب اللي موجودين بقوا اكثر يعني امانه في اداء المهنه عن السابق، بس احنا بنطمع في الكثير وفي اكتر من كده الحقيقه. والكثير قادم، ومن خلال هذه المنظومه اللي ذكرها وزير الماليه في الامم المتحده. حضرتك تعلمي ان احنا جايبين برنامج تامين صحي من ارقى برامج التامين الصحي على مستوى العالم، وهو البرنامج البريطاني. في كوادر بشريه طبيه راحت وخدت دورات كتير على اساس انها تيجي تنفذ هذا البرنامج الراقي جدا المحترم بالنسبه للعالم في التامين الصحي، لانه هو ارقى تامين صحي على مستوى العالم، هو النموذج البريطاني.
وبالفعل الموضوع ده شغال على محافظات محدودة حاليا، طبعا هو بدأ في منها بورسعيد أسيوط وبورسعيد والأقصر. والإسماعيلية والأقصر الأقصر. وأسوان وقنا، 9 محافظات. هو المرحلة الثانية إن شاء الله في 9 محافظات أخرى، عشان ما يتمش الموضوع بشكله العشوائي إنه يتم على مستوى 27 محافظة، لا، بمخطط علمي مدروس بيتم على مراحل تنفيذ هذا التأمين الصحي الشامل الراقي. الجميل قبل هذا التأمين الصحي، أنا مع حضرتك طبعا فيما ذكرتيه، على أساس إن كان في إهمال وفي مرهون بالبشر اللي بينفذ ده. بالظبط، ده سلوكيات شخصية. ولكن احنا طبعا ما عندناش دلوقتي الحمد لله بفضل من ربنا وبأوامر من القائد عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، خصيصا المجال الصحي للشعب المصري، ما فيش قوائم انتظار. احنا كان عندنا قوائم انتظار وصلت لمليون حالة. طبعا انا ما بتكلمش على العمليات الجراحيه، ما فيش حد بيتكلم على العمليات الجراحيه ولا على توفير ال الادويه الخاصه ببعض الامراض المستعصيه. الحقيقه شفنا ان ده حاجه رائعه يعني حصلت. وزي الحقن اللي بتبقى للرضع اللي بتقيهم بعد كده من ضعف العضلات وهذا المرض اللي بيقضي والتطعيمات عليهم. اللي اشتغلت فطبعا وحاجات بملايين، يعني الحقنه الواحده بتبقى بتعدي 3 مليون جنيه. شفنا ده كله، لكن احنا نروح مركز صحه او نروح مستشفى حكومه، هو ده اللي احنا بنأمله. يمكن معلش يا استاذ ريم، انا يعني يمكن في السابق كنت دايس قصه نفقه الدوله شويه. كنا بنعاني من ان احنا نجيب نفقه الدوله للناس، للمرضى. حاليا نفقه الدوله لا تعدى الاسبوع 10 ايام يكون القرار طالع، وده ما كانش بيحصل في السابق نهائي. متفقين مع بعض، يعني احنا شايفين في تطوير بيحصل، ولكن في سلوكيات شخصيه، ده مؤكد. في كل مكان هيبقى في سلوك شخصي. علينا ان احنا بس نعمل سبوت على هذا السلوك الشخصي ونقول له لو سمحت يعني انضبط بس، وهينضبط. يعني هو عامل منظومه. لو الجميع انضبط هتبقى الموضوع مختلف تماما ان شاء الله. طيب، ومن الأهرام، رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطط المستقبلية. مدبولي هذه المشروعات تحقق مستهدفات التنمية عبر تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماط مبتكرة. دولة رئيس الوزراء يعني حقيقة بيتحرك في هذا الملف بشكل احترافي، وده بناء على فكر واستراتيجية القائد القوي الأمين، وأنا في كل خبر لازم أأكد على ده. وبفضل من ربنا هذا المشروع الخاص متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة، زي ما أكدنا قبل كده في السابق، هذه المشاريع يعني المردود بتاعها صناعي زراعي ضخم يعود على البلد وعلى المواطن بشكل فيه رخاء وفيه حياة كريمة. احنا عايزين نقول انه في تنظيم ل 34 معرض داخليا بالقاهرة، و142 معرض بالمحافظات، و8 معارض دولية، تحويل 70,000 عربية سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ضخ 3 مليار جنيه لتمويل 111,000 مشروع، وفرت 202,000 فرصة عمل ضمن قرى حياة كريمة. تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، والمرأة استحوذت على 45% من إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هو ده الموضوع، ان المرأة تستحوذ على 45% من هذه المشاريع، لان المرأة هي الوطن الأصغر للوطن الأكبر مصر. حقيقة المرأة هي رمانة ميزان البيت، واحنا من خلال حضرتك يا استاذ ريم بنحيي المرأة المصرية في هذه الظروف الاقتصادية اللي مرت على مصر، كانت شديدة القوة ومن حرائر العالم، قادرة في جميع المواقف الصعبة. يعني بنحيي المرأة المصرية. وخلينا نقول يا أستاذ أيمن، الاهتمام الرئاسة بالمرأة وبتمكين المرأة وبتوفير هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليها، لأن احنا عندنا مشكلة في أكتر من 60 مليون أو يعني أقل بشوية من الطبقات معينة. احنا عندنا هجر للزوج للأسرة، ما فيش زوج بيبقوا قاعدين في البيت ما بيشتغلوش، في منهم مدمنين إلى آخره، فبتكون المرأة هي اللي في وش المدفع دايما. هي عمود خيمة الأسرة المصرية. بشكر حضرتك أستاذ أيمن عز الدين الكاتب الصحفي، صباح الخير على حضرتك، ودايما يا رب الأمن والأمان والسلام لمصر وكل المصريين. شكرا، وشكرا لحضرتك جدا. شرف ليك. صباح الخير.